طبعا في الفيديو ده هبقى بتكلم عن حاجه بتقابل معظم الناس او ناس كتير فيهم. هو الويدجتس كتير قوي، وانا بدات انسى اصلا حاجات كتير في الكورس. احنا عدينا دلوقتي، مشينا شويه حلوين في الكورس ما شاء الله عليك يعني، وانا في حاجات بدات انساها. طيب ايه الحل؟ خليني اقولك ان ده طبيعي، اللي انت حاسس بيه ده طبيعي وكلنا مرينا بيه. انا مش هطول في الفيديو ده، بس انا جاي اطمنك واقول لك ده طبيعي. عادي جدا تنسى ويدجتس في الاول، لكن انت بمجرد ما تشتغل عملي، واحنا هنطبق في سيكشن جاي عملي، وهتبدا تستخدم ويدجتس كتير قوي، هتلاقي الحاجات دي زي ما قلت لك، المصطلح اللي انا بقول دايما اتحفرت جواك، ما عدتش بتنساها. يعني مثلا هتلاقي نفسك انت عاوز تعمل مثلا الشكل الفلاني في التصميم. طب ما يبقى انا هستخدم الويدجت الفلانيه، هعمل كذا فيها. طيب عندي حاجتين جنب بعض، طيب يبقى انا هستخدم الحاجه الفلانيه التانية. فهتبدا دماغك تربط تلقائي من غير حتى ما تحس انك بتفكر او انت عمال بتسترجع حاجه. طيب لا، انا دلوقتي عاوز اطمن. سهل خالص. ادخل اكتب على جوجل مثلا انا عاوز اعمل I want to make مثلا ايه، تايتل اند مش عارف ايه. اوصف الويدجت بتاعتك لشات جي بي تي. ادخل شات جي بي تي. طبعا شات جي بي تي دي هي تول اي اي بنستخدمها ان احنا نسالها اسئله وهي بترد علينا باجابات، سواء كانت كود او في اي مجال من المجالات يعني. فاحنا بنستفيد بيها في المجال بتاعنا احنا. فزي ما قلت لك، هتدخل تسالها انا عاوز اعمل الحاجه الفلانيه، ولو كلمتها بالعاميه برضه هترد عليك. كلمت انجليش تمام، كلمت اي لغه هترد عليك. كلمت بالمصريه العاميه تمام هترد عليك. كلمت باللهجه الخليجي الخاصه بيك برضه هترد عليك عادي. فادخل اسالها وهي تجاوبك على طول. لكن المهم ان انت تبقى عارف الويدجت دي بتعمل ايه يعني. تمام، انا مش فاكر دلوقتي مثلا احنا عندنا الليست فيو، والليست فيو دوت بيلدر، والكولوم والرو والمش عارف والاكسباندد والتكست والباتن والحاجات كتير جدا. انت دلوقتي دماغك مش مجمعهم كلهم. لكن لو لقيت واحده مكتوبه قدامك، مثلا مكتوب عندك elevated button مثلا، او مكتوب عندك كولوم، فانت تبقى عارف ان الكولوم ده بيتحط فيه list of widgets وبيظهروا بالشكل وبيظهروا تحت بعض مثلا ككولوم. بس ده المطلوب منك. فما تقلقش نفسك، اللي انت فيه ده طبيعي، وكل الناس بتعدي فيه، وزمايلك كلهم في الكورس عندهم نفس التفكير برضو، فانت في الامان يعني. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. اتمنى الناس تكون بتستفاد. السلام عليكم.